ملوش حد. ده ايه بقى؟ مالك مالي؟ مالك مالي؟ ايه ماله مالك؟ مالك مالي؟ بتكلمني ليه؟ تعالى ضربني تعالى. أبويا ما غلطش وهي اللي علت صوتها وقلت أدبها عليه. نجل مسن المترو بيكشف تفاصيل جديدة عن الواقعة. فيديو لمسن من صعيد مصر وهو بيزعق لبنت داخل مترو الأنفاق انتشر بسرعة البرق، وخلال ساعات بقى حديث الناس كلها. المشهد بيظهر فيه الراجل منفعل على فتاة قاعدة قدامه، وده اعتراضا على قعدتها وهي حاطة رجل على رجل، وفضل يزعق جوه العربية ويقول ينفع تقعدي كده قدام الرجالة؟ مفيش احترام. والفتاة ردت عليه وقالت له وانت مالك، ورفعت موبايلها وصورت اللي حصل. شباب كانوا موجودين حاولوا يهدوا الموقف ويبعدوه عنها، لكن الفيديو كان خلاص انتشر. من ناحيته قال أحمد عبد العال نجل المسن إن والده كلم الفتاة في الأول بهدوء، لكن حسب روايته هي اللي علت صوتها وردت عليه بألفاظ غير لائقة، والواقعة فتحت سؤال كبير: الحرية في الأماكن العامة حدودها فين؟ والتقاليد لسه ليها كلمة ولا لأ؟